في اقل من 5 دقايق هعرفك ازاي تعمل برزنتيشن احترافي عن طريق كلود تقدر تستخدمه مع اي حد من العملاء بتوعك ايا كان مجال شغلك وايا كان انت بتشتغل في ايه. اول حاجه هنعملها هنفتح كلود ديزاين بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنلاقي اوبشنز كتيره موجوده، من ضمن الاوبشنز دي حاجه اسمها سلايدز. هنختار سلايدز. بعد ما نختار الاوبشن الخاص بسلايدز هنطلع فوق هنديله برومبت بسيط خالص انا كاتبه ان انا ماركتنج ايجنسي وعاوز اعمل بروبوزل يعني او ابعت برزنتيشن فيها السيرفيسز بتاعتي لواحد من العملاء المحتملين. بالنسبه لي جبت صوره من على النت فيها لوجو وشويه الوان ان هو يستخدمها كايدنتيتي كأن دي الشركه بتاعتي وده اللوجو بتاعي وكده. طبعا انت عندك الايدنتيتي واللوجو بتاعك، الموضوع ده هيسهل عليك جدا وهيبقى سيفد موجود عندك، تقدر بعد كده تجنريت بيه كل البرزنتيشنز اللي انت محتاجها. بعد كده هنبعت لكلود البرومبت اللي احنا عملناه. وهنا في حاجه من احلى الحاجات اللي انت ممكن تشوفها في كلود وانت بتتعامل معاه عموما، بس بالاخص في حته البرزنتيشنز دي، ان هو هيبدا زي ما انت شايف كده هيبدا يطلع لك اسئله كلها ريليتد بالماركتنج وخاصه بشغل الماركتنج عامه او الماركتنج ايجنسيز، ويبدا يسالك شويه اسئله عشان ما يعملش اي حاجه. فيبدا يقول لي مين الكلاينت، اسم الكلاينت ايه، فهبدا اقول له اسمه اللي هو اسمي يعني ايه السيرفيسز. هيبدا هو يطلع لك كل السيرفيسز الخاصه بالماركتنج، فتبدا تختار منهم، وليكن هنختار اي 3 أو 4 من اللي موجودين دول، وهيطلب منك ايه هي البرايسنج او الباكجز بتاعتك، الاسعار بتاعتك او الباكجز اللي انت عاملها عشان تشتغل بيها. فانا هقول له قرر انت، ان انا ما عنديش حاجه يعني. بعد كده هبدا اقول له، هو بيبدا يسالني على شويه حاجات، انت عايز نعرض ايه، كيس ستادي، عايز نعرض ريزلتس من العملاء القدام وهكذا، فهسيبها فاضيه عامه. بعد كده يبدا يقول لي انت محتاج البرزنتيشن دي قد ايه، كام سلايد، هقول له 8. محتاج الناس تشوفها ازاي، هل هتعرضها في برزنتيشن ولا هتبعتها عن طريق الميل، فهقول له الاثنين مثلا. بعد كده بيقول لي الطريقه اللي اكتب بيها ايه، هل عايز طريقه بيرسونال وتبقى لذيذه وكده، ولا عايز طريقه بروفيشنال جدا وكده. فانا هختار وورم بيرسونال ايا كان يعني. وايه هي الحاجه اللي انت محتاجها في النهايه، فهبدا اقول له ان انا محتاج احجز ديمو في النهايه، اطلب من العميل ان هو يحجز معايا ديمو. وبعد كده هبعت لكلود الداتا، الردود اللي انا بعتها دي. بعد كده هو هيبدا يشتغل عشان يطلع لي النتيجه. هيبدا زي ما احنا شايفين كده، هو خد الايدنتيتي وخد الالوان وخد كل حاجه انا كنت رافعها له في مجرد صوره بس، وخد اللوجو وخد كل حاجه، وهيبدا يطلع لي برزنتيشن بروفيشنال جدا بالايدنتيتي بتاعت الشركه بتاعتي، باللوجو بتاع الشركه بتاعتي، وكمان موجه لي انا عشان انا كاتب اسمي يعني ان انا الكلاينت، فهتبقى موجه ليا. ونبدا نتحرك في السلايدز، هتبدا تشوف حاجه كاستمايزد جدا للكلاينت بتاعك. طبعا هو اللي مطلع الكونتنت اللي موجود، بس انا كشركه عندي الكونتنت بتاعي اقدر ان انا اضيفه بعد كده، او احط كل الداتا الخاصه بيا بالاسعار والسيرفيسز اللي انا بقدمها وكل حاجه. وزي ما احنا شايفين كده هيبدا يتحرك ويضيف الايدنتيتي بتاعتي بالكالر باليت اللي انا اديتها له بشكل بروفيشنال جدا جدا. فكمان الكونتنت اللي موجود فيها على فكره كونتنت حقيقي بيزد على الاجابات اللي انا اديتها له، اللي انا كلها اجابات راندوم انا مختارها بشكل عشوائي جدا. وكمان عمل لي باكجز وحطها لي جوه البتاع، لان انا ما عنديش، انا ما اعرفش ايه الباكجز يعني. فقلت له يختار هو، فبدا يحط لي هو الباكجز، وبدا يعمل رساله في الاخر او مسج كده بتتبعت للكلاينت عامه يعني عشان يعرف قد ايه ان احنا بروفيشنال. حط اسم الشركه تحت. و بعد كده الستيب الاخيره انا قلت له ان انا عاوز العميل يحجز معايا ديمو، فهيقول له في ديمو 30 دقيقه لو انت حابب تحجز وهكذا. طبعا هو خلص البرزنتيشن دي في اقل من دقيقتين بمجرد برومبت بسيط واحد. سالني شويه اسئله جاوبت عليها. كل ده، كل اللي انتوا شايفينه ده من مجرد البرومبت البسيط اللي انا بعته له ده، واجابات شويه الاسئله اللي انا بعتها طلع لي البرزنتيشن بالشكل ده. طيب من احلى برضو الحاجات اللي موجوده ان هو زي ما انتم شايفين كده بيبدا يلاقي شويه مشاكل في الديزاين نفسه، سواء كان في اللوجو او في الالوان او في ايا كان. فهو لوحده بيقرر ياخد القرار ان هو يحل المشاكل اللي موجوده دي. فبيبدا يعمل بروسيسنج دلوقتي ان هو بيفكس الايشوز اللي طلعت له او المشاكل اللي طلعت له. فهنبدا نتحرك في السلايدز وهو بيصلح المشاكل اللي موجوده دي. من ضمن برضو الحاجات وهو بيصلح كده ان احنا نقدر نعمل اديت احنا بقى بايدينا على الحاجات اللي طالعه. طيب من احلى الحاجات اللي موجوده حاجه اسمها تويكس.
طبعا واحنا بنتكلم دلوقتي هو بدأ يصلح اللوجو زي ما انتم شايفين، بدأ يظبط المسافات ما بين الكلام ويخلي اللوجو شكله افضل في اكتر من في كل السلايد اللي موجوده. فيبدا يعدل اللوجو ويبدا يعدل الكولر باليت، يبدا يعدل التيبلز لو في جداول او في ايا كان. فبيبدا يغير كل حاجه في الديزاين نفسه يخليها بروفيشنال اكتر لوحده. التويكس بقى اللي كنا بنتكلم عليها، التويكس دي عباره عن ان انا لو عاوز ابعت له فكره جديده او فكره في دماغي عاوزه يطبقها على البرزنتيشن اللي موجود، فهبدا اكتب له التويك دي وابعتها له. طب لو انا ما عنديش بقى، في حاجه هنا اسمها ايدياز. الايدياز دي انا لو ضغطت عليها ايه اللي هيحصل؟ لو ضغطت عليها هو لوحده هيكتب فكره، هيكتب برومبت في فكره ليها علاقه بالبرزنتيشن بتاعي عشان يحسن من البرزنتيشن او يضيف كونتنت او يضيف فكره جديده جوه البرزنتيشن. فهيكتب البرومبت ويبعته لنفسه ويبدا يمبلمنت اللي هو بعته ده ويبدا يطلع لك النتيجه بتاعته ويوريها لك. دي حاجه بسيطه من ضمن الحاجات اللي موجوده في التول دي. فيها اوبشنز كتيره جدا متاحه لاي حد في اي مجال ان هو يشتغل. والاحلى من كده كمان ان انت لما بتدي له الايدنتيتي بتاعك، فايل فيه الايدنتيتي فيه اللوجو بتاعك وفيه الكالر باليت وفيه كل حاجه، هو بيحفظها عنده. بتبقى زي تمبلت كده ديزاين موجود عنده، هي سيفد عنده موجوده. اي برزنتيشن هتدخل تعملها في اي وقت هو خلاص هيفضل محافظ على الجايد لاينز اللي موجوده عنده، هيبقى حافظ على اللوجو وهيحافظ على الكالر باليت الموجوده بتاعه الايدنتيتي بتاعتك وبتاعه الشركه بتاعتك واللوجو بتاع الشركه وكل حاجه انت حاططها في الفايل بتاع الايدنتيتي وتقدر تختارها قبل ما تعمل البرزنتيشن. فدي كانت تip بسيطه وسريعه جدا عن ازاي تعمل برزنتيشن بروفيشنال جدا لشغلك ايا كانت الوظيفه بتاعتك. تقدر طبعا تعمل حاجات مور ادفانسد اكتر من كده وادفانسد عن اللي احنا قلناه ده بكتير جدا. فلو حابب تعرف اكتر عن الموضوع ده او حابب تعمل برزنتيشن خاصه بالشركه بتاعتك او حاجه تبقى جاهزه ليك انت للشركه بتاعتك وللتيم بتاعك، حتى لو انت بتشتغل لوحدك او معاك تيم، ابعت لي في الدي ام واكتب لي في الكومنتس لو انت جربت التول دي بتاعت كلود برزنتيشن اللي هي علاقه بكلود ديزاين. لو انت جربت التول دي قول لي النتائج طلعت معاك عامله ازاي وهل فعلا هي تستاهل ولا ما تستاهلش.